في يوم من الأيام في إحدى القرى كان يعيش رجل كبير في السن، كان نقي القلب مرتاح البال مبادرا ومحبا للخير. وفي إحدى السنوات أصابت تلك القرية جفاف قاحل، فتأثر سكانها تأثرا بالغا، فأصبحوا يعيشون في جوع موجع وفقر شديد، وذلك لانعدام المحاصيل، فكانت حالتهم حقا مزرية تثير الشفقة. وذلك الشيخ تأثر كثيرا من هذا الأمر، فقرر أن يساعد بطريقته الخاصة. فكان عندما تصنع زوجته الخبز يأكل شيئا منه ويتصدق بالباقي عشوائيا وعفويا على طفل من الأطفال دون أن يخبرها بالأمر. وذات يوم لاحظت أنه وضع الخبز تحت قميصه وخرج من البيت، فقررت أن تتبعه من بعيد. وبينما كان يمشي رأى طفلة صغيرة تبدو عليها علامات الجوع، فاقترب منها وقدم لها ذلك الخبز، ففرحت كثيرا. وبينما كانت تأكل كان ينظر إليها الشيخ ويبتسم بلطف، وزوجته تراقب من مكان قريب. فبعدما أكلت الطفلة وانصرفت توجهت إليه زوجته وسألته ماذا يصنع، فقال الشيخ: أردت أن أقدم قليلا من الخبز لتلك الطفلة المسكينة، فأنتي تعلمين مدى صعوبة الظروف، فكنت أتمنى أن أرجع إليها الابتسامة التي فقدتها ولو لوقت وجيز، وربما أزرع قليلا من الأمل والتفاؤل من حولي. فقالت له زوجته: صحيح أن الأمر مؤلم، لكن لا فائدة من هذا، فالقرية مليئة بأطفال في أمس الحاجة إلى الطعام، ولا يمكنك فعل أي شيء. بعد سماع هذا الكلام نظر الشيخ إلى زوجته متأسفا، ثم قال: أنت مخطئة، بل بفضل هذا العمل البسيط ربما قد تشبع تلك الطفلة ثم تقضي يومها في سعادة ونشاط، متناسية لجوعها، مليئة بالتفاؤل والأمل. لو نرى في الحياة مهما كانت صعوبة الظروف، مهما كان حجمها، لأنه لو يحاول كل واحد منا زرع قليل من الإحسان من حوله، سوف يعم الخير بين الناس، وتنمو حقول النعم الشاسعة، فتتقوى الروابط والعلاقات، وينتشر السلام والأمل. الجبال من الحصى والسدود ملئت بقطرات المطر، والمباني العالية هي حجر فوق حجر. تذكري دائما أن السعي للإحسان والتحرك من أجله سواء بفعل أو بقول يأتي دائما من نفس طيب وقلب نقي. أما انتقاد الآخرين ومحاولة إفساد نياتهم الصافية فهذا لا يأتي إلا من نفس دنيئة مريضة تريد أن تنقل إلى الآخرين ذلك المرض لتحبط معنوياتهم ويمتنعون عن الإحسان. فطرق الخير عديدة وأبواب التقوى واسعة، فلا ينبغي أن نحتقر أي واحد منها ولو بشق تمرة. شكرا على المشاهدة، ولا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب.